نرحب بكم مشاهدينا الكرام في قناتنا ماروك نيوز تيفي، التي تسعى لتقديم تغطية شاملة وموثوقة للأخبار الهامة على الساحة الوطنية والعالمية. نشكركم على دعمكم وثقتكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل جديد. الجزائر تنسحب من تنظيم كأس افريقيا للأمم 2025-2027. يبدو يا كابتن أن هذه أول قرارات المكتب الجامعي الجديد الاتحاد الجزائري لكرة القدم. الجزائر لن تنظم لا 2025 ولا 2027، ولو أنه في الكواليس قلناها أكثر من مرة أنه المغرب فازت بتنظيم كأس افريقيا للأمم 2025 و2027. ماشية للسنغال بطل كأس افريقيا للأمم 2022 في الكاميرون. مقال كتبوا ونشروا حفيظ الدراجي مذيع قنوات بين سبورتس، قال أنه القرار الأبرز والأكثر استعجالا للاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة الرئيس الجديد للفاف وليد سادي سيكون إعلان الانسحاب من سباق تنظيم نهائيات كأس إفريقيا، وتركيز الاهتمام على إعادة ترتيب البيت من خلال تكييف القوانين مع لوائح الفيفا، وإعادة بعث المديرية الفنية والاهتمام بالمنتخبات الشابة ودوري المحترفين والهواة وتكوين المدربين والمؤطرين والحكام. هذه أولوية الاتحاد الجزائري لكرة القدم يا كابتن. أولوية كبيرة. هذوما كانوا انت تعرفوا هيركول بيان سور نعرف. تعرف الفيلم نتاعو بيان سور. فما لي دي ترافو ديركول تعرفهم، يعطيو دي ترافو عجوبة كان يهز الحجر ويجيب معناها دي ترافو صعاب باش الانسان الا ما تكون انسان قوي. هذوما اللي دي ترافو انت معناها كي تتكلم انت تجيب انت تعمل معناها باكيج التكوين والصغار والواحد كيفاه تيموت تعمل برنامج تعمل استراتيجيه، فما مراحل بالمرحله معناها هالكلام هذا نسمعوا فيه في تونس، نسمعوا فيه في الجزائر، نسمعوا فيه في كل البلدان العربيه. كي تصير ازمه اول شيء يجبدوا دوسي يعملوا له هكا الاخبار نتاعو تكوين الشباب وتكوين الحكام وتكوين المدربين. اي وقتاش تكوين المسؤولين وتكوين المؤطرين، وقتاش هذا تكونوا في كل شيء لبيه الفايده. معناه يمشي مدرب ما يلقاش فيزافي، ما يلقاش مسير، ما يلقاش. انت تساند القرار هذا يا كابتن؟ من لا كنت نفهم انه انت مساند نوعا ما، خاصه في تكوين المؤطرين واعاده الهيكله بالنسبه للاتحاد الجزائري لكرة القدم. عمل شاق وعمل طويل واستراتيجيه تتطلب سنوات وسنوات. عنده عام ونص الاتحاد الجزائري لكرة القدم هذا المكتب الجديد عنده في يده عام ونص برك. لا مش يكمل 18 شهر. لا باش يكمل من بعد نشوفوا ولكن في عام ونص تعمل هذا كله معناها هكا ما اسمه مش في يعمل هذا كله. لكن الاولويات هي هذه اللي حكينا عليها ليتاش هذوما، يعني اعاده ترتيب البيت ترتيب البيت اي والتغاضي او الانسحاب من تنظيم كاس انسحاب. لا انسحاب انا ضد كل انسحاب. انت دوله مش شخص تغشش يجب انت تمثل دوله الجزائر. دونك الجزائر هي المرشحه، هي لازم الترشح تاعها يقعد، مش الترشح نتاع رئيس الجامعه ولا الترشح تاع جورناليست. اتونسيون لازم فما احترام، فما سياده. يعني السلطات ربما تتدخل في هذا القرار. نقدم الترشح نتاعي وانافس انا اسمي الجزائر، هي اسمها السنغال، اسمها كذا وكل ما يرجعني. فما زاويه اخرى كابتن لقرار الانسحاب. بون هذا كلام حفيظ الدراجي في المقال. يقول قبل كل هذا ينتظر ان يخاطب الاتحاد الجزائري الكاف ويعتذر عن تنظيم اي حدث رياضي قاري الى اشعار اخر بعد ان تبين ان الامر لم يعد من اولويات الرئيس الجديد ومكتبه في فتره زمنيه لا تتجاوز السنه والنصف تنتهي بانتهاء العهده الاولمبيه الحاليه، خاصه بعد ان اتضح مع الوقت ان الامور حسمت من زمان لصالح المغرب والسنغال ونيجيريا وبنين رغم كل الجهود التي بذلتها الجزائر في بناء الملاعب والمنشآت. هذا استباق، هذه نقطة ضعف كبير. هي ما حفيظ الدراجي راه عنده مصادر. لا مصادر مش مصادر. انا باقي معناها سامحني اخوي محمد. شو يا اخويا هذه يا خويا انت تقدم الترشح نتاعك كدوله ولو معناها عندك انت دي رومور اللي باش تاخذها السنغال ونافس ونقدم الدوسي نتاعي وانافس سور لو تيران. محمد راي شوف امين تو صحيح في الكلمه الاخرانيه هو يمكن الرؤيه نتاعي انا، لانه تويكا الصادي انسج على منوال السعودي اللي هو استبق الامور وسحب
الترشح نتاعو. هو راه مش استبق كيكا محمد، نقول لك فما علاش معلومات. خرج فوزي لقجع قدام البرلمان المغربي قال لهم راهو كان 2025 راهو عندنا نحن. كي شاف انحياز للملف المغربي هو استبق الامور، ولكن هذا يلزم يتوفر في رئيس الفاف اللي جديد. علاش؟ لانك يلزمك تكون عندك درايه بكواليس الكاف بريمو، سكوندو لانك عندك عده تحديات اخرى. اول حاجه لانك المنشات الرياضيه والملاعب وبرشا امور، وما تنساش اللي انت يلزمك تكون باش تحط في بالك بالقدا اللي انت راك عندك كونكورون، وتخلقت الكونكورونس هذه في الاعوام الاخيره ما بينك وما بين المغرب وقوات. وكي تجي تشوف تقول رئيس الاتحاد المغربي، كي تشوف تقول لقجع، يعني يلزمك تقرا له 1000 حساب. يمكن هذه نقطة ذكية من صادي في الامور هذه، يعني لانه امور محسوبة في كل الحالات نوعا ما به. ولقجع بون تاثير لقجع في الكاف واضح. الجزائر اشتكت للكاف من خلال المراسلة الرسمية عندما صرح فوزي لقجع من البرلمان انه كأس افريقيا 2025 تنظيم كأس افريقيا سيكون من نصيب المغرب. قال كيفاش يعني لقجع لا يحترم هيكل الكاف، لا يحترم هذا راه الصادي عمل لحفظ هيبة الاتحاد الجزائري. هو كمان زاد حاجة خطوة ذكية منه باش تقعد الأمور نفس المسافة. الرأي معناها شو يا معلم تو علاش تقولوا لقجع اللي لم يحترم المؤسسات والكاف ونعرف شنو كابتن هو مش عنده نعطيك معطى هو الإعلان نهار 27 سبتمبر يعني بعد نهارين. شو اسمع وعلاش ما تقولوش كي يقولوا راهو المغرب والبرتغال واسبانيا مش تاخذ هي كاس العالم؟ علاش ما تقولوش ولم يحترم ما جاش قال قدام البرلمان. لا كيما عمل السعوديه بالضبط. شو اجى قال كابتن الناس الكل قال ما جاش قال قدام البرلمان وان الملف المغربي البرتغالي الاسباني قوي، عنده لوكي نتاع الكاف، عنده لوكي تاع اليونيون اوروبيان دو فوتبول، وعنده اليوفا وعنده الواحد. دونك شو انا باقي نقول لك يا خويا شو حاجه اخرى، راهو التنافس بين الجزائر والمغرب فهو تنافس صحي. ما معنى التنافس هذا؟ هو اللي خلق ست ريفاليتي، كل واحد يحب يعمل احسن استاد، الاخر يحب يعمل احسن ما نعرفش انا جو سي با كوا، فهمتني معنى احسن خلينا نتفاعل معك انا في نقطه. انا حبيت نقول لك اللي ريفاليتي هذه راهي صحيه بين الجزائر وذا، اذا مش يتقدموا على مستوى البنيه التحتيه فمعناها يحسب لهذا التنافس الأكثر. هما زوز بلدان عرفوا تقدم كبير على مستوى البنية التحتية وهذا واضح كابتن، خاصة شفنا الجزائر العام الفارط والمغرب من خلال تنظيمها عديد التظاهرات العالمية كابتن واستحسان ممكن نجوم للعالم تنظيم المغرب. اما فما نقطة كابتن، ما فما حتى حد خرج في برلمان اسبانيا ولا البرتغال ولا المغرب قال باش ننظموا رانا كأس العالم، ما فما حتى حد. اما كأس افريقيا راهو لقجع خرج قال رانا باش ننظموا كاس افريقيا والامور حسمت 2025. هذاك علاش التصريح هذا اثار استياء المسؤولين في الجزائر. الجزائريين يعرفوا الامور، الجزائريين ومازال لم يتم الاعلان يا كابتن، عندهم مده واحنا تكلمنا على الامور هذه. الجزائر اخوتنا في الجزائر يعرفوا اللي راهو الامور حسمت بالنسبه للمغرب في كان الجاي. الجزائر كابتن ستوفر 100 مليون دولار تقريبا بعد قرار الانسحاب من تنظيم كأس إفريقيا للأمم. القرار باش يكون رسمي في الساعات القادمة كابتن. في الساعات القادمة الجزائر ستعلن على يا خويا أمورهم الداخلية هذيك. أنا من حسب ما قال حفيظ الدراجي. أنا يا خويا من الزاوية الرياضية والسيادة واسم الجزائر أنا لا أنسحب. الانسحاب هو نقطة ضعف.